السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. من خلال هذا الفيديو غادي نشارك معكم اخر اخبار كرة القدم، وبالاضافة راهي عندي اخبار بغاية الاهمية. وبدون اطالة للدخول في صلب الموضوع. اليوم عندنا تصريح اللي جاء من عند نجم المنتخب الاردني، واللي فاجأ الجميع بكلامه على المنتخب الوطني الجزائري. وقال بالحرف: أقسم بالله مهاجم نيجيريا حكى لي باللي منتخب الجزائر ما راهش طبيعي. وشوفوا غير واش قال: شهادة كبيرة من لاعب جاية عبر منتخب قوي كيما المنتخب النيجيري، واللي معروف باللي عنده مهاجمين من الطراز العالمي. واش تعني بالضبط هذه الشهادة؟ بصراحة، كي لاعب نيجيري يحكي هكا على الجزائر فهذا ما جاش من فراغ، وهذا دليل باللي المنتخب الوطني الجزائري ولا فريق يخوف، وفريق عنده هيبة في إفريقيا وحتى خارج إفريقيا. المنتخب الجزائري مش اليوم ولا قوي، بصح راهو يرجع بقوة في الفترة الأخيرة من حيث تنظيم اللاعبين والروح القتالية العالية. وهذا الشيء كامل خلوا المنافسين يعاودوا يحسبونا ألف حساب. وعلاش قال بالضبط ما راش طبيعي؟ لأنه عندنا مهارة فردية عالمية من عند اللاعبين، لعب جماعي منظم، خبرة كبيرة في المنافسات، وعقلية الفوز حتى في خارج الديار. وزيد على هذا الشيء على نجوم كما النجم الدولي رياض محرز، اللي يقدر يبدل الماتش في أي لحظة كانت. وش اللي قالوا نجم المنتخب الأردني يعطي مصداقية كبيرة للتصريح، على خاطرش اللاعبين داخل الميدان يعرفوا القيمة الحقيقية للمنتخبات أكثر من أي واحد آخر. وهنا نرجع نقولوا كي الخصم يشهد عليك راهي أقوى شهادة. والجزائر رجع بقوة وراه يبين بلي عنده شخصية كبيرة، وخاصة في الماتشات الكبيرة، واللاعبين ولا عندهم ثقة كبيرة في النفس وما يخافوش من حتى منتخب كان. ويمكن هذا الكلام يكون رسالة لباقي المنتخبات باش يديروا حسابهم، والخضر راهم جايين. وعلي بن الشيخ يخرج عن صمته وخرج بتصريحات قوية، وقال باللي كاين نقص في طريقة التسيير، سواء في اختيار التشكيلة ولا حتى في طريقة اللعب اللي ما قنعتوش بزاف. وعلى حساب الرأي تاعو المنتخب الوطني مازال ما بانش عليه اللمسة تاع المدرب، يعني مازال ما شفناش هوية واضحة في الملعب. الاعتقادات كانت على عدة نقاط، ومنها اختيارات اللاعبين مراهيش مفهومة في بعض المرات، تغييرات خلال المباريات تجي متأخرة ولا ما تعطيش الإضافة، غياب الانسجام بين اللاعبين، وطريقة اللعب ما تعكش القوة تاع المنتخب الوطني الجزائري. هذا كامل خلى علي بن شيخ يقول بلي المنتخب يقدر يكون أحسن بكثير من هذا الشيء. والجمهور الجزائري حاليا راهو منقسم، وكان اللي يقول راهو مع كلام علي بن شيخ ويشوف بلي عنده الصح، خاصة في بعض المباريات اللي ما كناش في المستوى. وكان اللي يقول الصبوا على المدرب السويسري فلاديمير بيسكوفيتش، والمدرب يحتاج وقت باش يطبق الأفكار تاعو ويبني فريق قوي. بيتكوفيتش تحت الضغط، وأكيد هذه الانتقادات زادت الضغط على المدرب، خاصة وأنه الجمهور الجزائري ديما يطلب النتائج والأداء في نفس الوقت. الغاية الجاية رايحة تكون حاسمة بزاف، يا يثبت روحه يا يزيد الانتقادات هذه تكثر أكثر وأكثر. والموضوع الثاني يخص مهاجم المنتخب الوطني نذير بن بوعلي، واللي قال: بعد سنوات من العمل والجهد والإصابات حققت أخيرا حلمي باللعب للمنتخب الوطني الجزائري، ولا يزال لدي الكثير لأطوره وأحسنه دون أي شك. وأشكر الجماهير والطاقم الفني وزملائي على الدعم تاعهم اللي عطوهني. كلام يخرج من القلب، ويحكي على مشواره اللي ما كان سهل أبدا، طريق مليء بالتعب والتضحيات. موصلش لهذا المكان غير بالصدفة، بل مر بسنين من الصعاب، التعب، التدريبات القوية، وحتى إصابات كانت تقدر تحطم أي لاعب كان. بصح هو قاع صار له هذا الشيء وما استسلمش، بالعكس زاد صبر وزاد القوة تاعو حتى وصل للحلم الكبير، واللي هو تمثيل المنتخب الوطني الجزائري الأول. وأي لاعب جزائري يحلم يلبس قميص المنتخب، وهذا الحلم تحقق أخيرا عند اللاعب بن بوعلي، والفرحة تاعو كانت باينة في كلامه،
خاصة كيعبر على الشكر تاع الجمهور والناس اللي وقفوا معاه وساندوه. والحاجة اللي تبين باللي عنده عقلية احترافية، هو كيقال باللي مازال عنده بزاف باش يطور من روحه. يعني ما راش مكتفي بالذات تاعو، بل لا حاب يولي أحسن ويقدم إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري، وهذا النوع اللي يحتاجه الجزائر. أكيد الدعم تاع الجمهور راه مهم بزاف، واللاعب نبوعلي ما نساش حتى الجمهور، وعرف باللي الدعم تاع الأنصار هو اللي يعطي القوة للاعبين داخل الميدان، خاصة في اللحظات الصعبة. وفي الأيام الأخيرة خرجت أخبار وتقارير تقول باللي كاين شك كبير حول مشاركة ميسي في المونديال الجاي، وكاين إحساس باللي ممكن ما يكونش حاضر في المنتخب الأرجنتيني. وخبر كما هذا صدم بزاف الناس، خاصة وأنه ميسي ما راهش لاعب عادي، هذا راه أسطورة من أساطير كرة القدم. وكان عدة أسباب خلوا الناس في الأرجنتين يتقلقوا، ومنها عامل السن، لأنه ميسي ولا في مرحلة متقدمة من المسيرة تاعو، وهذا يأثر بزاف على الجاهزية البدنية، والإصابات الخفيفة اللي ولا تتكرر عليه، والضغط الكبير اللي عاشوا في السنوات الأخيرة. وممكن يفكر يريح بعد مسيرة طويلة ومليئة بالألقاب الجيدة. وحسب بعض المصادر كان شعور ليونيل ميسي ممكن ما يشاركش في المونديال الجاي، وهذا ما راش قرار رسمي، بصح مجرد إحساس وتخوفات من الجماهير وحتى بعض الناس القريبة من المنتخب. واش راح يصرى إذا غاب لاعب كيما ميسي؟ أكيد غياب ميسي راح يكون ضربة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني، لأنه لاعب عنده تأثير كبير داخل وخارج الميادين، والخبرة تاعو تفرق بزاف في المواعيد الكبيرة. بصح في نفس الوقت يمكن تكون فرصة لظهور جيل جديد ليتحمل المسؤولية. الجماهير بين الخوف والأمل، وكاين اللي يخاف، وكاين اللي يشوف المونديال بلا ميسي نورمال، وكاين اللي يقول من الممكن يقدر يفاجأ الجميع ويرجع في آخر لحظة كما درها لنا من قبل. والخبر الأخير حول تصريحات فالفيردي المضحكة المتعلقة بزميله لوكا زيدان. وقال فالفيردي: القوة تاع التسديدات تاعي ضربت لوكا زيدان في الكتف تاعو، وكنت نحب نموت من الخجل، لأنه راه ابن زيدان، وقلت راهم رايحين يطردوني من النادي تاعي، وتسببت في إصابة بزاف حراس في التدريبات بسبب قوة تاع التسديدات التاعي. وتخيلوا معايا غير الموقف، لقطة فيها ضحك وخوف في نفس الوقت. فالفيردي معروف بالتسديدات القوية نتاعو، بصح هذه المرة الطلقة جات في وقت غلط، وضربت لوكا زيدان في الكتف تاعو. وهنايا بدا الخوف، وماشي غير على الإصابة، بل على شكون راهو الحارس، لأنه ببساطة راه ابن زين الدين زيدان. تخيل معايا تضرب ابن المدرب في تدريب، أكيد راح تدخل في فيلم رعب قصير. وقوة التسديدة سلاح ذو حدين، التسديدات القوية اللي عند فالفيردي هي اللي خلاته لاعب خطير في المباريات، بصح في التدريبات ولا تسبب مشاكل للحراس تاع الأوروغواي. هو بنفسه قال بلي صرات إصابات أخرى كما تمزقات ولا خلع في الكتف، يعني الحراس لازم يديروا حسابهم مليح كي يجي فالفيردي يسدد وروح مرحلة داخل الفريق. وهذه القصة تبين باللي حتى في أكبر الأندية كيما ريال مدريد كاين جو مريح وضحك بين اللاعبين، وحتى في المواقف الصعبة تحول لذكريات تضحك في نفس الوقت. والآن أخواتي خواتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا، والملتقى في فيديو جديد من الفيديوهات الرياضية.